أهلا بيكم في فيديو جديد. في لحظات كتيرة بنحس إن المواد بتتراكم علينا، خصوصا الكيمياء اللي دايما بتخلي الواحد يحس إنه مش فاهم حاجة. بس لو قلتلكوا إن في طريقة نقدر نلم بيها كل حاجة في 7 أيام، هتصدقوا؟ Yes. أنا معاكم النهاردة بخطة بسيطة وسهلة تخلي كل حاجة تكون في مكانها، وهنخلصها مع بعض خطوة بخطوة. وصدقوني لما تبدأوا هتحسوا إن الموضوع أسهل بكتير مما تتخيلوا. لو عندك دروس متراكمة وحاسس إن مش قادر تلحق، متقلقش. النهاردة هقولك على خطة بسيطة تخلص بيها 3 أبواب في أسبوع مهما كان حجم التراكم. كلنا مرينا بوقت حسينا فيه إن المناهج كترت ومش عارفين نبدأ منين، بس الحل بسيط، محتاج تنظيم وذكاء في المذاكرة بدل ما تذاكر بطريقة عشوائية. وأنا هقولكوا تعملوا إيه في أول 3 أبواب. لو أي حد مراكم أول 3 أبواب هقوله يعمل إيه ويحلهم إزاي، قصدي يعني يذاكرهم إزاي ويحل عليهم إزاي برضه. أوكي، بس الأهم من سماع الفيديو هو تطبيق الكلام اللي هيتقال فيه، تمام؟ عشان نكون متفقين. اليوم الأول، وهنبدأ بالباب الأول، العناصر الانتقالية. خلي بداية الأسبوع تبقى قوية. في أول يوم هتبدأ بالعناصر الانتقالية، وهي أساسيات تفاعل المعادن والفلزات. حاولوا تفهموا التوزيع الإلكتروني وتتعرفوا على الحالات الأكسدة، مش لازم تحفظوها، لأ. ليه؟ لأنه بصراحة هقولكوا على حاجة، يمكن المدرسين وأغلب الناس اللي بتنصح وبتقول وبتحفز وبتحكي وبتشرح وبلا بلا بلا بتقول ايه، انه احفظوا، لازم تحفظوا، مش عارفة ايه ومش عارفة ايه، ده 7 وده 3 وده 4، حالة التأكسد مش عارفة كام، توزيع كام، احفظوا سكانديوم تيتانيوم فناديوم وهكذا لحد الخرسين. الكلام ده كله هيكون مكتوب، ما تضيعوش وقت، خصوصا لو انتوا متراكم عليكم او نسيتوا، فاهمين؟ وعلى فكرة انا نسيتهم خالص. الباب الاول، طب ما اسهل باب على فكرة، بيتنسي يا جماعة. احنا مخنا مش حاجة يحتفظ بسنة كاملة من الأحداث، من الدروس، من الشرح. احنا دماغنا مش حاجة ده كله، فأكيد بننسى. الباب الأول كله حرفيا، اسمع الناس اللي بتقولك احفظ، ده كله تضييع وقت، ده تضييع وقت وجهد حتى لو كنت بادئ من أول السنة. يعني ايه نصيحتي؟ هتلاقي كل حاجة، الأكسد هتلاقيها، توزيعهم هتلاقيه، كل حاجة هتلاقيها. يعني متتعبش نفسك وتحفظ حاجة، تمام؟ انا كنت ادينا حافظه ومتاكده، كنت بروح اتاكد، لان احنا كده كده طبيعتنا بنحب نتاكد. مفيش حد بيعتمد على ذاكرته 100% في الامتحانات خصوصا. يعني حتى لو انت حافظ ان مثلا الخرسين 30، هتروح تبص برضه هتتاكد من الكتابه 30 ولا لا. فكده كده انت هتروح تتاكد وهتروح تدور وهتروح تبحث، ومش محتاج، يعني مش هتضيع، لان هما مش ورق كتير وكده، فاهمين ازاي؟ انا كنت مكانكم وامتحنت الكيمياء، كنت حافظة وضيعت مجهود وضيعت وقت، وفي الآخر لقيت كل حاجة وقلت يا ريتني ما ذكرتهم ولا حفظتهم. أعدي على الحاجات المهمة اللي مش هلاقيها، ومعادلات الحديد كلها هتلاقوها في ورقة المفاهيم. أنا بقول لكم واحدة من الناس وبقول لكم ما تذاكروهمش، بس افهموهم، ما تحفظهمش. أقصد افهموا ده ايه وده ايه وده ايه، بس ما تحفظوش، تمام؟ ما تحفظوش تقعدوا تكرروا وتكتبوهم وتزيدوا وتعيدوا، لأنهم مكتوبين، كل حاجة مكتوبة، تمام؟ فهتبدأوا بعناصر الانتقالية، وهي أساسيات تفاعل المعادن والفلزات. حاولوا تفهموا التوزيع الإلكتروني، تفهموه وتتعرفوا على الحالات الأكسدة، مش لازم تحفظوا، بس حاولوا تبسطوا الموضوع بأسلوب بسيط. زي مثلا لقيتوا الحديد فيه أكتر من حالة، زي مثلا Fe2 Fe3، حاولوا ربط كل حاجة بتفاعل أو باستخدام عملي، فاهمين إزاي؟ اليوم التاني، أثناء دراسة الباب الأول هات مراجعة، تمام؟ قديمة جديدة، هات مراجعة الباب الأول. حتى لو أنت مش مذاكره، حتى لو أنت مش مذاكره، لأنه طبيعة الحال اللي هيراجع على الحاجة هيجيب الحاجات المهمة اللي في الباب الأول، تمام؟ هيركز على الحاجات المهمة، ما تذاكرش درس لأن ده هيخليك تزهق، مش هيخليك قادر، وهتحط جهد على نفسك كبير انت مش حمله. فالأحسن انك تجيب، انا واحدة منكم، انا مش جايبه الحاجات دي من المريخ، انا كنت بعملها بصراحه، واللي هي لو ما نفعتش معايا وحسيتني اني فاشله عمري ما هطلع اقولها، تمام؟ فتجيبوا الباب 4 ساعات مثلا، 3 ساعات، 6 ساعات، تجيبوا الفيديو 6 ساعات تقعدوا تذاكروه، تفهموا، ما تحفظوش اي حاجه. لو في رحتوا تحلوا اسئله واحتجتوا، طب انا مش فاكر حاله التاكد، طب انا مش عارف، لا بص، عادي بص، هتلاقي الجدول وهتلاقي حالات التأكسد وهتلاقي كل حاجة في ورقة المفاهيم، في كتاب المفاهيم. هو كتاب بيبقى فيه جزء للكيمياء وهو مكتوب فيه كل اللي انتوا المفروض تحفظوه، المفروض المدرسين. لا، ما انت خليك سريع، على فكرة احنا اصلا بنروح نتأكد، فهما بيحكوا. يلا ما علينا، المهم
بعد ما تراجع الباب كله، سواء قعدت 6 ساعات النهاردة إنه مثلا تسمح فيه طبعا. يعني أول باب سمعته النهاردة 6 ساعات، طب وبعد ما أسمع الباب اللي هو 6 ساعات أعمل إيه؟ لو تعبت ريح، ما تعبتش امسك حل. حل قد ما تحل. لو عايز تجيب أسئلة عامة على الباب من أي مصدر، حل أسئلة عامة. مش عايز تحل أسئلة عامة، عايز تحل على درس في الباب، هتجيب كل باب هتحل عليه 30 سؤال، ونقي أهم 30 سؤال، ما تنقيش أسئلة تافهة. حل أهم 30 سؤال على الباب، تمام. ودي خطة حلوة وفعالة جدا، برضو كنت بعمل كده من نفسي. كنت بسمع شرح الباب كله، وكنت بحل 30 على أي درس، 20 معاك من 30 لحد 50 آخرك تحل على الباب. بس تنقي أهم الأسئلة، الأسئلة اللي فيها أفكار، الأسئلة اللي ممكن تقف قدامك، اللي تلاقي نفسك عارفه وتقدر تحله. لا، سيبه ما انت عارفه. يعني ركز على اللي انت عارفه وتفرح نفسك ان عارف. لا، حل اللي انت معرفوش. اوكي، كل درس حل عليه 30 سؤال، 20 سؤال. لو خلص معاك كده بقى، خدت يوم يومين في الباب الأول. اليوم التاني والتالت كيمياء التحليلية، الباب التاني. ركز في حساب التركيزات، متنساش تستخدم التفاعلات الكيميائية. حاولوا تظبطوا نفسكم وتشوفوا فيديو برضو للباب التاني وتسمعوه كله، تسمعوا الباب كله. تكون مركز جدا مع الشرح بتاع الباب التاني، تركز جدا. لو في حاجة حاسس ان هي مهمة وانه لازم تذاكرها شرح جزئية مهمة كده، اكتبه عادي، تمام. بعد كده هتجيبوا برضو هتجيبوا أسئلة برضو. عايزين على الباب كله ماشي، عايزين على درس ماشي، عادي اللي يريحكم. صراحة كنت بحل على درس من 20 ل30 سؤال. وكنت بشغل برضو شرح الحل بتاع الأسئلة. كنت بشغل فيديو لحل الأسئلة عشان لو غلطت عادي أحل، أو أفهم، أو أحفظ السؤال، أحفظ فكرته. فاهمين؟ كنت بحاول بأي طريقة، ما كانش فهم حفظ، ما كانش حفظ تطبيق، أي حاجة، المهم إن أنا ذكرت وحليت. فاهمين؟ وده بالعكس، ما تحسش إنه في حاجة ناقصاك. لأ، هو اللي هيجيب على الباب التاني وعلى الباب الأول أكيد هينقي أهم حاجة، الحاجات اللي فيها أفكار، مش هيجيب الحاجات المباشرة. لأنه أكيد كل الطلاب بتذاكر الحاجات المباشرة وتركز فيها جدا، لأنها أكتر حاجة تستقبلها الدماغ، وبتكون ناجحة إنها تستقبلها وتحسسك بالفرحة إنك واو فاهم ومية مية. ولكن لما تيجي تحل حاجة تانية، مستويات تانية، بتحس إنه خلاص بدأت العراقيل تبان، بدأت تتعرقل، بدأت من وجهة نظر اللي هيحط الامتحان أكيد هيحط حاجات مهمة، حاجات فيها أفكار. ليه؟ لأنه ألف ب محفوظة، فنجيب بقى حاجة تاني. ألف ب بقى بطريقة أسبانية، بطريقة فرنسية، المهم هنجيبها بطريقة تانية. أتمنى تكون فاهمين. وبس كده خلصنا من أول بابين في 4 أيام بس. ولازم تحلوا، لازم تحلوا يا جماعة. الحل هو مفتاح السحري للفهم والتركيز، وإنك تكون مطمن على نفسك في البيبان دي. اوكي؟ اليوم الرابع والخامس هنذاكر الاتزان الكيميائي. فيديو لأي حد اديت الفيديو بتاعه واسمعه كل في يوم. في يوم اضغط نفسك، اعمل اي حاجة، المهم انك تخلص الفيديو في يوم. ما تخليش الفيديو يبقى لليوم التاني. اسمع الفيديو، اسمع ساعة وبطل، اسمع نص ساعة وبطل، فاهم؟ بس خليك على مدار اليوم بتسمع الفيديو بس، وبتفهم وبتكتب ملاحظات. وممكن تقرا الشرح كله عشان تثبت المعلومة، وتكون عديت عليها بعينك وسمعتها بودنك، فاهم؟ وقريتها، فتكون استخدمت كذا حاجة علشان تفهم نفسك المعلومة، وكده تبقى عملت اللي عليك 100%. افهم بقى القوانين، فكر في قانون التوازن وقاعدة لوشاليتي. ركز في تأثير الضغط والحرارة على التفاعل. مش لازم تحفظ التفسير الكلي، لكن حاول تفهم المفاهيم الأساسية وأثرها على التفاعلات الكيميائية. ماشي. اليوم السادس والسابع، بص عايزاك تجيب ان شاء الله امتحان شامل على الباب الاول حلو، امتحان شامل على الباب التاني حلو، امتحان شامل على الباب التالت حلو. اليوم الاخير ده، السادس والسابع ده، اليومين دول الاخرانيين دول، خصصوا الوقت للمراجعة. راجعوا كل المفاهيم اللي درستوها في الايام السابقة. الحل السريع على الاسئلة والتدريب المستمر. حليتوا على كل درس في الابواب 30 سؤال او 20 سؤال مهمين، او 10 عادي، 15، المهم تخطى ال10. تيجوا بقى في اخر يومين بقى تحلوا بقى امتحان شامل على الباب الاول، امتحان شامل على الباب الثاني، امتحان شامل على الباب الثالث، اللي هو بيكون في اخر كل باب في كتاب. اي كتاب هيكون فيه. حلوا بقى اسئله، شوفوا فيديوهات حل اسئله تاني. في اسئله برضه حابين ترجعوا تحلوها، حلو عادي، مفيش اي مشكله. بس اهم حاجه الاسبوع ده متعملوش في اي حاجه. طب وعادي نراكم المواد تانية؟ لا، ما انت اكيد لو مراكم حاجه زي كده هتهتم بيها.
خصوصا انه في ناس ما بقتش تنزل وبقت بتلم الدنيا مع نفسها عشان الوقت وعشان انت لو هتخصص 7 ايام، خصص 7 ايام دول علشان تذاكر الكيمياء بس. لو انت شخص عندك سرعة بديهية، عندك انه تعمل كذا حاجة في نفس اليوم، عادي اعمل، ذاكر اي حاجة. او هقولك اهتم بالحاجات التانية من 25%. خلي اهتمامك بالكيمياء 65 65% علشان تقدر، فاهم كده يا حبايبي؟ نكون انتهينا من شرح ازاي نتخلص من الكيمياء في اسبوع. لو لقيت الفيديو ده مفيد ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان تتابعوا كل جديد. قولولي في التعليقات لو في حاجة تانية حابين اشرحها لكم. يلا خلينا جاهزين ونشوفكم في فيديو جديد. لحظة، استنى، متطلعش من الفيديو، شاركوا مع اصحابك، الدل على الخير كفاعله.